السلام عليكم. طبعا الاستاذ مرتضى منصور اول اطلاله ليه النهارده بعد ما ساب نادي الزمالك وتولى طبعا الكابتن حسين لبيب وكده. اتكلم طبعا بيقول على الكابتن حسين لبيب هو وعصابته. طبعا بيقول لك انا زعلان من عبد الله عشان انا قبل كده مضيته وخطفته من الاهلي وما رضيش يجي، لا رضيش يجي الزمالك وجي دلوقتي. واتكلم طبعا عن الفلوس والكلام ده كله. طبعا بيتكلم على المستشار تركي آل الشيخ. قال لك المجلس الحالي شالوا صورته وضربوها بالجزمه، ازاي هيروح السعوديه والكلام ده كله. واتكلم عن الاستاذ عمرو اديب. قال لك بيقول على حسام حسن بلطجي. حسام حسن يا استاذ عمرو مش بلطجي، حسام حسن اسطوره كرويه في كاس الامم اللي احنا طلعنا منها دي، من دور المجموعات ولا مش عارف من دور ال 16. ماشي. كوت ديفوار استضافته وكرمته كاسطوره كرويه في قاره افريقيا. ده مش بلطجي. ولا احنا نروح نجيب فيتوريا وغير فيتوريا والناس تسمسر من ورانا؟ كابتن عمرو عيب، ده اعلامي كبير يعني ما يطلعش منك الالفاظ دي. طبعا النهارده نسيب الكوره شويه نتكلم على حال البلد. انا ماليش في السياسه يعني، وما احبش اتكلم فيها عشان يعني ما افهمش في السياسه قوي. امبارح كنت رايح مشوار. ماشي. مشيت رحت من هنا من الحصري، وقفت من الساعه 5 ل 5 ونص مفيش مواصلات رايحه رمسيس. جه ميكروباص واحد وكان عليه جتل. عارف يعني جتل بالجزم عشان الناس تركب. وممكن تلاقي حرامه واتنين وسط الناس دي، اما هفافين اما يقلبوا يعني اللي لاقيين مواصلات والحراميه وما يسرقوا الناس، والناس معهاش فلوس اصلا. جيت ما رجعت تاني. المهم ربنا سهل وركبت ورحت رمسيس. لقيت لك رمسيس مقفوله ليه معرفش. رجعت تاني، رحت احمد حلمي نقلوا الموقف. طبعا احمد حلمي ودوه اخر الدنيا. رحت ركبت، وقفت برضه بتاع ساعه عشان اركب ارجع الحصري تاني. رجعت الحصري. جيت النهارده قمت بقى من الفجر بقى عشان اوصل. لازم اقضي المشوار، مشوار مهم لازم اقضيه. المهم ربنا كرم ورحت المشوار. ماشي. وانا راجع بقى النهارده رحت رمسيس، رحت احمد حلمي عشان ارجع الحصري. ماشي. طيب الناس واقفه، انا عايز اصور، اطلع تليفوني واصور، بس هنعمل مشكله. واحده تقول لي انت بتصورنا ليه، وواحد يقول لي انت هتصور مراتي ليه. فما رضيتش اصور بالتليفون بصراحه عشان هيبقى في مشكله وفي مشدات ومشاحنات وكده. بس انا كان نفسي اصور المنظر وانشره يعني. حتى المسؤولين هنا يشوفوا السواقين عامله بالعامل على الناس. يعني السادس ب 16 جنيه والحصر ب 13. ليه؟ هي ب 9 جنيه والناس يعني. والسواق يفرض عليك الكرسي اللي جنب السواق يركب فيه واحد بس ويشيل نفرين. يا كده يا ما تروحش. هو مشينا كده، مش عايز حد يضايقه. طب انت يا اسطى مش عايز حد يضايقك، ماشي، هتشيل يمكن يا اخي ما معاش غير 9 جنيه في جيبه وريح بقى مروح بقى ولا الدم. ما انت اللي جنبك ما تعرفوش هو معاه فلوس ولا ما معاش. يفرض عليه ان هو يركب واحد وبس عشان الكرسي التاني يبقى فاضي والسواق ما يتضايقش. يا عم ان شاء الله عنك ما ركبت اصلا. ده ليه تفرض على الزبون ان هو يدفع الكرسيين ويسيب التاني فاضي جنبه؟ المهم ان هو لحد السادس ب 16 جنيه ولحد الحصري 13 جنيه. يعني من امبارح للنهارده تزيد زياده ليه؟ طب ليه؟ طيب انا عن نفسي اتكلمت مع السواق بقول له يا اسطى ليه؟ طب من امبارح للنهارده تزيد 4 جنيه. قال لي انا كوبايه الشاي بجيبها ب 6 جنيه. يا عم طب انا مالي، ما تشربش الشاي يا عم. يعني هو انت عشان تجيب كوبايه شاي تطفش يعني تعملوا ايه في الناس كده ليه؟ طيب طب فين هنا دور وزاره النقل والمواصلات؟ فين؟ ما توفر يا عم اتوبيسين 3 نقل عام من الهيئه العامه للمواصلات وان السواقين تقعد في بيوتها. ما هو انت لو وفرت اتوبيسين نقل من النقل العام، تمام، السواقين دي هتركبوا بارخص الاجره كمان. مفيش رقابه. وما تقوليش اللي واقف على الموقف لا، اللي واقف على الموقف هم يقبض منه. يعني اللي ماسك الموقف ده هو موظف حكومه وكل حاجه، تفهمني، وتبع البلديه الحي ولا تبع ده ولا ده، تفهمني، ولا تبع المرور، مش عارف هو صفته ايه اصلا. ده هم ياخد من السواق اجره اصلا، هم ياخد منه فلوس.
وممكن يخليه يركب 5 و6 جوه الميكروباص. يعني مفيش رقابة، مفيش رقابة، وده غلط. هنا دور وزارة النقل والمواصلات فين؟ لما الميكروباصات واقفة واللي رايح واللي جاي من شغله واللي جاي من مدرستها واللي ماخده درس والبنات واقفة في الشارع، والشباب والبنات والأطفال وكل ده، والسواقين مش عايزة تركب عشان تحمل بمزاجها، والأجرة اللي هي عايزاها تدفع الزبون الأجرة. وانا عن نفسي بكلم السوق بقول له يا اسطى ليه ده ب 9 جنيه يا اسطى؟ يقول لي انا بجيب كوبايه الشاي ب 6 جنيه. يا عم ان شاء الله ما عنك طفحت شاي. هو انت هتجيب كوبايه شاي من جيب الناس؟ دور الحكومه هنا. فين الرقابه؟ شكرا والسلام عليكم. انا ماليش في السياسه، بس هو المنظر النهارده ما عجبنيش. منظر النهارده ما عجبنيش. انا لا هتكلم لا في اسعار لحمه ولا في اسعار بيض ولا في اسعار حاجه، لكن هو النهارده الموقف ما عجبنيش بجد. علشان السواقين مش عايزه تركب، وعشان يحملوا بالاجره اللي هم عايزينها، الاجره اللي هم عايزينها بيحملوها. شكرا. لايك وشير وادعم الفيديو، ولو مش عايز تدعمه ما تدعموش اصلا. السلام عليكم.